مساء الفل، مساء جبر الخواطر. كل سنة وانتم طيبين. حبيت اتسحر كده في مكان، فقلت مفيش احسن من المكان دوت اللي عمل لي دعوة. هو بيكي هانم. بيكي هانم دي عربية اكل عاملاها بنوتة جميلة. هنقعد نسمع القصة بتاعتها، خليكم معايا. عندها اختراعات وحاجات جميلة جدا، من اول البطاطس الجمبري لحد الطعمية اللي هي اسمها عيون الكتكوت، والطعمية المحشية كيري، والطعمية المحشية بسطرمة. بصراحة حاجات جميلة جدا. تعالوا نشوف الحكاية. مساء الفل، مساء جبر الخواطر عليكم. احنا النهارده جايين نتسحر بيكي هانم. بيكي هانم مش في العبور، بيكي هانم المره دي في مدينه السلام. فين في مدينه السلام تحديدا؟ في سبيكو. تعالوا كده بصوا معايا المحل. ومعانا النهارده الاستاذه سينا صاحبه عربيه بيكي هانم. عايزين نتعرف عليها كده وتقول لنا موضوع الاكل بتاعها وجوده الاكل بتاعها، وهي تحكي لكم كل حاجه، وهناخد منها جبر خواطر برضه في اخر الفيديو. خليكم معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انا مبسوطه قوي ان انت موجود معايا النهارده. ربنا يخليك استقبال، ربنا يخليك. انا لما عملت لي الدعوه انا ما قدرتش اتاخر عنك. لا طبعا لازم تيجي وتجرب اكلك. ماشي. الفكره بدات من قبل رمضان ب3 شهور. بعدين قررنا ان احنا مش عايزين نفتح محل او حاجه عاديه، عايزين نفتح حاجه مختلفه والناس تيجي يعني تعيش اكسبيرينس مختلفه في المكان. كمان نعمل قعدات بسيطه عشان يقعدوا ويجربوا الاكل ويقعدوا معانا ونتكلم معاهم. فعملنا عربيه بيكي هانم وسميناها بيكي هانم عشان هي ليها شخصيه كده مختلفه. زي بكيزه هانم. ايوه هي بكيزه هانم، بس انا بدلعها شويه. كمان كده نحطه ان شاء الله بعد رمضان. بس والناس بتيجي الحمد لله ومبسوطه، وبناخد منهم كل يوم فيدباك رايهم عن الاكل وبنقعد معاهم يعني. وعملنا هنا اصدقاء كتير وجيران كتير جدا ما شاء الله. الناس مبسوطه وجميل، يعني الناس فرحانه ان دي حاجه جديده هنا بالنسبه لك. شايف الناس ما شاء الله مبسوطه، وانا سالت كذا حد كده قال لي لا العربيه جميله من اول رمضان وهم بيتسحروا عندك. فانا قلت بقى هجرب ونشوف، وحبيت بقى اعرف الساده المشاهدين او الناس اللي متابعينا على الصفحه برضه عربيه بيكي هانم ان شاء الله جميله، والناس هتجيلها من العبور ومن كل حته، وكل متابعين الصفحه يشوفوها. فانا مبسوط جدا ويعني متشكر جدا لحضرتك، وان شاء الله كده هندوق الاكل وهنقول لك برضه كل حاجه في الفيديو، بس بشرط هتعمل لنا جبر خواطر. اللي هيجي لحضرتك من خلال متابعين الصفحه او يقول لك كلمه السر حميدو، ده هيتعمل له خصم لوحده خالص. اكيد. طب ان شاء الله اي حد هيجي من الصفحه هنعمل له خصم حلو، وان شاء الله يتبسط معانا. ربنا يخليك، واتشرفت جدا بحضرتك، وان شاء الله كده ربنا يجعله كده محل واثنين وثلاثه وحاجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله انا مستنياك تقول لي رايك في الاكل ان شاء الله باذن الله. ماشي. بيكي هانم يا جماعه عباره عن عربيه اكل لسه جديده. صاحبتها واحده ست محترمه بتعمل شويه اكل حلوين قوي. هنشوف كل حاجه وهتتفرجوا وهتشوفوا بعينيكم واحنا بنتسحر، وتعالوا تسحروا معانا. انا عايز افهم بقى ايه الوليمه ما شاء الله الجميله دي. فهميني بقى ده ايه وده ايه وده ايه، عشان انا بدات اتوه. اتفضلي. ماشي. هنبدا من الاول. هنا دي بطاطس جمبري. تمام. ماشي. فول بالزيت الحار. ده زيت حار. تمام. مسقعه. حلو قوي. بابا غنوج. بطاطس مهروسه. ما شاء الله. شيبسي. ايه الحاجات الغريبه دي؟ دي طعميه محشيه بيض مسلوق. طعميه محشيه. هما بيقولوا لي عين الكتكوت دي عين الكتكوت بقى. عشان جواها بيضه ومقطوعه. تمام. جميله. طعميه محشيه جبنه كيري. طعميه محشيه بسطرمه. جميله. بطاطس فته تشيز بالخضار. اوكي. جبنه قديمه. جميل. باذنجان مخلل وترشي. ما شاء الله. لا اللهم بارك. كده خلاص بقى نبدا بقى ايه، نخش بقى على الموضوع دوت ونشوف الدنيا فيها ايه. ربنا يخليك. تسلمي. شكرا. ومن هنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا. الطعمية المحشية بسطرمة، وراها الطعمية المحشية جبنة رومي. ادي يا حميدو. يلا بقى حتة ودن قطة كده على الفول اللي غرقان في الزيت الحار والطحينة. لا فول جامد ولا اكنك بتعمله في بيتك ومكلفه. ما شاء الله، الله اكبر. ايه الشيبس الجميل ده، تحس ان انت مطلعه من الكيس مش واحد عامله جنبك. ورحت بقى داخل على الجبنه المقوطه كده، اضرب يعمل لك سندوتش عليه حته طعميه وجبنه. ورحت داخل على الاختراع يا جماعه، بطاطس جمبري. ورحت داخل بعديها على البيض اللي اسمه عين الكتكوت. الطعمية جواها بيض مسلوق. عين الكتكوت حاجة حكاية. ولا بقى البابا غنوج اللي ملوش حل.
خلصت بقى ودقت حاجة تانية، قلت اعمل اختراع، حتة مسقعة كده جميلة على سندوتش عليها شوية حاجات ورشة الملح الجميلة والكمون والسلطة البلدي المسقعه بتاعتهم خطيره، لكنها معموله في البيت بتاعت امي وامك، والله العظيم حاجتهم زي الفل. تجربتي مع بيكي هانم اللي في السلام حاجه جميله جدا، الاكل زي الفل والسحور وكفايه الاجواء كده والناس بتتسحر اهي. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ الاكل عامل ايه؟ كله تمام؟ الف انا وشيف عليكم. اسال الاكيد طب تعال نسال الاكيد. مساء الفل يا اكيد، عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الاكل اخباره ايه؟ الاكل والله جميل ما شاء الله، كأنك اكل معمول في انت بتتسحر هنا كل يوم ولا النهارده اول مره؟ اول مره. الاكل عجبك؟ ان شاء الله. طب تمام، الاكل برضه انا دقته وعجبني وحاجه جميله زي الفل. السلام عليكم، معلش انا اسف انا قطعتك، انا اسف حق عليا. اخبار الاكل ايه هنا؟ لا الاكل عظيم بصراحه، الاكل جامد جدا جميل يعني والحاجه انا جميله؟ طلبت فول وطلبت هنا حاجه اسمها بطاطس جمبري. بطاطس الجمبري دي عظيمه عظيمه والله العظيم، جامده جدا. وعندهم ايه تاني حلو؟ انت شكلك بتسحر كل يوم هنا عندهم. بص انا جربت الفول والبطاطس دي والبتنجان لغايه الف انا دلوقتي. وشيفها بصراحه جامدين جدا جميله محترمه جدا 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 ونضيفه جدا. طيب يعني تمام، عايز اقول خلاص. لك يعني الواحد بياكل وهو مطمن، الاكل هنا حلو جدا. تمام، انت شرفتنا والف انا وشيف على قلبك. شكرا لذوقك، رمضان كريم. اتسحرنا، عملنا كل حاجه، الاكل زي الفل والدنيا تمام. تعالوا بقى اقول لكم العنوان فين عشان اللي هيجي. بصوا كده يا جماعه معايا، اللي جاي هنا من عند الكافيتيريا من مدينه السلام، وانت جاي كده على طول نازل على ملف عثمان، استنك ماشي كده اكنك نازل ملف عثمان، العربيه اهي تمام زي ما قلت لكم. المكان ما يتوهش، انت لو سالت فين في السلام وانت داخل سبيكو في ملف عثمان هتلاقي عربيه بيكي هانم، تيجي تتسحر تتروق تاخد وجبك، وان شاء الله لينا جبر خواطر وهم يعملوا معانا جبر خواطر ان شاء الله للصفحه، واي حد هيجي من خلالنا هيبقى كلام خلصان، ليه جبر خواطر كويس وخصومات كويسه. مساء الفل، مساء جبر الخواطر. تعالى دلعني